المنتخب المغربي يفوز بالغش. نكتة قالها غبي وصدقها جاهل. كنهضروا على منتخب خدام، منتخب دار طريقه بالعرق ماشي بالهضره. وهذا رد على الناس اللي كيقولوا انه التحكيم، الرشوه، القجاع، غيره 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 غيره. نفس الاسطوانه اللي كتطلع في كل مره كينجح فيها المنتخب المغربي. والحقيقه بسيطه، المغرب ما وصلش لهذا المستوى صدفه، وصل بالخدمه وبالتخطيط وبناس عارفين اش باغيين، والنتائج بانت وحده من وراء وحده. القاب في الفئات السنيه والقاب قاريه والوصول لنصف نهائي كاس العالم، ودابا حضور قوي في افريقيا. الماتش ديال نيجيريا ما ربحوش شي مسؤول ولا شي اسم، ربحوه رجال في الملعب، وربحوا معاهم واحد من احسن الحراس في العالم، ياسين بونو، اللي ماشي جديد عليه الطا، الراجل اللي متعود على المواعيد الكبرى ومتعود على الضغط الكبير. وبالنسبه لي ضربات الجزاء روتين ماشي رعب. وزيد عليها اللاعبين اللي كيلعبوا بعقليات الكبار. حكيمي حتى هو وراجع من الاصابه قدم كاع اللي عنده. وابراهيم دياز اللي كيلعب مع المنتخب اكثر ما كيلعب مع فرقته، او كيعطي مع المنتخب اكثر من هذاك الشيء اللي كيعطي مع فرقته. ومزراوي اليوم اللي كان مثال على اللاعب اللي كيعطي كل ما في جهده على قبل القميص ديال بلادو. الخلاصه، المغرب اليوم ما خصوش يبرر النجاح ديالو لاي واحد، حيت النجاح ديالنا بان في الميدان، وديما اللي كيخدم هو اللي كيوصل.